عايزك يا حاج منصور. ما طلعتش تراضي ميادة ليه؟ لو كنت بتسمع كلام ابوك كان زمانك طلعت حبيت على راسها وخلصتنا من النوش ده. لا انا جاي في حاجه تانية. في موضوع كده يا حاج عاوز اكلمك فيه، ما عرفتش اتكلم فيه والحاجه فاتن موجوده. طب لو عايزنا نطلع احنا مفيش مشكله. لا خليك يا سيف. مين عزاز يا حاج منصور؟ عزازي؟ جالي المحل وقال لي كلام كده مش راكب على بعضه. مين الراجل ده يابا؟ ده واحد كنا نعرفه زمان. وايه اللي يخليه يجي لي ويقول لي ان ابويا لسه عايش وان هو عارف مكانه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انت طول عمرك عايش معانا، بعد ابن الحلال ما جابك وقال ان اهلك كلهم ماتوا وانك مالكش حد غيره. رد عليا يا حاج منصور. ايه اللي يخليه يجي لي يقول لي الكلام ده؟ مفيش دخان من غير نار. عشان حقود وقلبه اسود، مش قادر ينسى ان زمان منصور مشاه من الشغل لما عرف ان هو حرامي. شالها في قلبه وعايز يأذينا، بيفرق بينا يا علي. عموما هو قال لي ان هو هيتاكد من حاجه ويرجع لي لما نشوف اخرته ايه. بالمناسبه يا حاج، انا لميت حاجتي من المحل، استنى بس لحد ما المحامي يخلص اجراءات النقل للحاجه فاتن. علي، انا قسيت عليك كم مره كتير مش كده؟ لكن عمرك ما فكرت انك تلم حاجتك وتمشي زي ما هتعمل دلوقتي. لا المره دي انا مش ماشي بمزاجي، انا ماشي مطرود، وانا برفع عنك الحرج. عن اذنكم. هتروح فين؟ ما تشغلش بالك يا حاج. ما تسيبش بيتك يا علي، وبلاش تربط بين اللي عملته معاك في الشغل ومراتك. لا موضوع مراتي خلاص، انا هطلقها. هتطلقها؟ يعني ايه؟ ملاش معنيين يا حاج المظ، انا هتجوز واحده تانية. تطلق مين؟ انت اتجننت يا ابني ولا ايه؟ الكلام ده لا يمكن يحصل. انت مالك انت بالحوار ده؟ لا ده مالي ومالي ونص كمان. عايز تطلق ميادة بعد ما كل حاجه بقت باسم امها؟ اعقل الكلام، ولا انت عايز تضيعنا المره دي كمان ونبقى على الحديده بجد؟ استهدى بالله يا علي، يرضيك تعمل كده فينا؟ استهدى بالله يا علي. مش علي ده اللي كنت بتقوله ضايع كل حاجه؟ انا استحملت بما فيه الكفايه وشلت التجاره على كتفي لحد ما كبرتها وجيت على نفسي بدل المره 100، وده مش هيحصل تاني. انا عشت العمر كله بتمص دمي، بدي ما باخدش. امال انت بقيت علي كلاي ازاي؟ والهيبه والعربيه والفلوس، وانت لسه قايل بلسانك دلوقتي انت ما تعرفش مين ابوك وامك. الناس اللي انت عايز تسيبهم دول هم اللي كبروك. انا لا جاي اتخانق ولا اتشفى ولا جاي انكر فضل حد. انا جاي اقول لكم ان انا خلاص هتجوز وهكتب كتابي. مش هيحصل يا علي، على جثتي مش هخليك تضيعنا مره تانية. وبعدين ما تنساش ان انا ابوك وكلمتي عليك نبذه. انت ليه مستكتر عليا اعيش حياتي؟ اعيشها زي ما انا عايز مش زي ما انت راسمها لي. انا حق اتجوز واخلف، ما انت مخلف بدل الواد 3 وما استكفتش ببنيت عليهم واحد كمان. ليه اعيش مع واحده مش حاببها؟ واحده بتسم بدني كل يوم، اعمال وسحر وشياطين خرب حياتي. انا هتجوز واللي يحصل يحصل. هغضب عليك يا علي. انا اللي عندي قلته، وقرار جوازي انا مش هرجع فيه. يلا كل واحد فيكم على اوضته، انا عايزه اقعد مع ابوكوا لوحدي. علي عايز يفارق، وعزازي بيحفر ورانا وبيفتح في القديم. موضوع عزازي ده لازم يتقفل. حكايه عزازي سيبها لي، انا هخلصها بطريقتي. انت بقى هتعمل ايه في موضوع علي وميادة؟ ماهر قال لك البت اللي عايز يتجوزها علي دي اسمها ايه؟ روح. يبقى يا روح ما بعدك روح.